ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه ده؟ الشنطة دي انت مسافرة يا دودو ولا ايه؟ شكلي مسافرة. لا بجد، ايه ده؟ مسافرة؟ لا يا جماعة مش مسافرة. بصوا، عايزة اقول لكم الشنطة دي إيه، والدولاب ده بتاعي. الشنطة دي مش بتاعتي، والهدوم دي مش بتاعتي، هو الدولاب بس اللي انا احتكم عليه. تمام. فيديو النهاردة فيديو مختلف، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو بص النهاردة مختلف جدا جدا جدا. انتوا عارفين بقى الفيديوهات اللي هي ايه. طبعا وانا اكتشفت ان انتوا بتحبوا كل الفيديوهات اللي فيها اختي. تمام، يعني فيها الهزار والحاجات دي بتاعت اختي انتوا بتحبوها. تمام. وهنا الحاجة قاعدة اهي، وجنبها موزة. فعايزة اقول لكم بصوا، هقول لكم القصة كلها. اول حاجه طبعا الفتره اللي كان يعني جدي تعبان فيها وكده، كانت ماما وآلاء اختي كانوا قاعدين هنا عشان يبقوا قريبين من بيت جدي يعني. تمام. فآلاء اختي بقى طبعا مامتي اكتفت بعبايتين وحاجات كده، وكانت مقضيه نفسها يعني، حاجه بتتغسل وحاجه بتتلبس وهكذا، لان طبعا مش هتشيل هدومها كلها ومش هتشيل بيتها وحاجات كده. تمام تمام. جت آلاء اختي بقى عملت ايه؟ قالت لا، بما اننا احنا هنقعد هنا وهنتن قاعدين عندكم، وطبعا هي بتروح الشغل والجو شتا وسقعة مش عارفة ايه، فقررت تنقل الدولاب بتاعها كله. متخيلين؟ قسما بالله. إيه، لا هو مش كله، ده نص الدولاب. قسما بالله نص الدولاب. بس عايزة اقول لكم إيه، حرفيا يعني انا الدولاب بتاعي كان هيتكسر، فده مش مشكلة. بس بصوا هي حطت قد ايه. خلي بالكم انا كمان انا سرعت لكم من الفيديو حاجات كتير، وحاجات قصيتها وحاجات قطعتها وحاجات ما كانش ينفع ان هي تطلع. فطبعا ايه، انا طلعت لكم بس كده. فبصوا كل الحاجات دي هي قعدت عندنا بالظبط بتاع اقل من شهر، يعني مش شهر، شهر الا حاجه بسيطه، هي مش كتير قوي. فجت بقى قررت بقى فيهم، قالت لا انا تعبت وعايزه بقيت هدومي اللي هناك. بصوا، شوزات بقى والبوت وحاجات. بصوا هقول لكم دلوقتي. فطبعا هي كل يوم في الشغل بتبقى طول النهار في الشغل. هحكي لكم قصتها يعني. بتطلع من الصبح وترجع اخر النهار او بالليل يعني. تمام. فطبعا بتقعد بطقم كامل، بتقعد بطقم كامل في طول اليوم يعني. تمام. فطبعا لازم تيجي بقى بتغير عشان تلبس حاجة تانية تاني يوم، وهكذا. يعني مش الطقم اللي هي بتروح بيه النهارده ما ينفعش تروح بيه بكره، لان يعني بيبقى قاعد فيه طول اليوم وكده، بتبهدل يعني. بس فجت بقى قررت ان هي تجيب هدومها وتيجي. بصوا الشنطه دي قسما بالله في كام حاجه تانية معاها، كام شنطه اكياس كده معاها برضو تانيين. بصوا حتى الشوز بتاع البيت بتاعها، اللي هو الحاجات اللي في رجليها برضو جايباها. الطرح بتاعتها كلها جايباها. البناطيل والشميزات والدرسات يعني بص كل ما تتخيلوا. حتى لو مثلا كانت رايحه مناسبه وجايبه حاجه سواريه، برضو جابتها. البيبيليز والاستشوار والميك اب والحاجات بتاعتها الخاصه جابتها. تمام. بصوا عايزه اقول لكم اول ما جت قالت بقى فضوا لي الدولاب بقى، ده دولاب الولاد. فضت ما اتجرأتش، ولا جاتها الكفاءه، ولا بصوا ولا يعني ما تقدرش ابدا تقرب ناحيه دولابي. معرفش ليه. هي كل اللي قدرت عليه دولاب الولاد. ايوه، طب ايه يا حبيبه قلبي؟ تروح طب ايه يا قلبي؟ طب ايه يا روحي؟ بصوا كل اللي قدرت عليه ان هي ايه، طردت الولاد من الدولاب بتاعهم، ولمت الهدوم والمفارش والحاجات اللي انا حطاها في الدولاب عندي عند الولاد يعني، والدفايات والحاجات دي، وارمي ارمي 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 جوه. يلا يلا اخرجوا بره بيتي، انا الساكن الجديد ودافع ايجار. اذا كان عاجبكم بقى. بصوا، بقول لكم بصوا اهو، الاستشوار والبيبيليز، هدوم بيتي، دفايات بتاعتها، الحاجات البرجات والحاجات بتاعت البيت، لعبات البيت. بصوا كنا لسه بس يا دوبك حاطين. انا اخدت الجاكيت ده منها ابو فرو ده على فكره، علشان اسود. وجا لما جده توفى ما كانش يعني عندي حاجات سودة بس مش فاهمين كده يعني، فاخدته منها. بس بصوا عماله تفضي في الشماعات وترمي بقى. هي مروحه بقى خلاص. فعايزه اقول لكم هي كانت منورانا طبعا. قالوا له انت كنت منورانا. بس بصوا حاجه غريبه يعني، هي اوفر قوي في موضوع اللبس وموضوع الهدوم. بصوا البوت بتاعها ده كانت لسه جايباه بقى
كان لسه جديد ده، فبعلبته. تمام. اكتر واحده يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مش بقول اهو، انا بحسب بس، عندها كميه هدوم ما شاء الله، واكتر واحده ما عندهاش هدوم. كل ما تشوفها تقول لك والله ما عندي، والله ما ستي ربنا يبارك لك. ده كان فيديو بسيط كده. كنت عايزه اوريكم الضيفه العزيزه اللي كانت عندنا، قضت معانا الفتره دي، والولاد كانوا حابينها وبيرخموا عليها وبيرزلوا عليها. دلوقتي يا عيني بيدوروا على حد. بصوا مامتي قاعده لمت حاجتها في 10 دقايق، اقل من 3 دقايق كمان، وكانت قاعده. بصوا، بصوا مامتي، بصوا التعبيرات اللي على وشها، كانت متغاظه ومتضايقه ومتنرفوزه. وانا بجد متضايقه لك قوي يا مامتي، جدا يعني. فهنا احنا بقى كنا